عاش الملك، عاش الملك، وعاش محمد السادس نصره الله. المتجددة التي تعرفها العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حلت بالرباط الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، والتي أجرت مباحثات رفيعة المستوى مع وزير الخارجية ناصر بوريطة عكست عمق الشراكة الاستراتيجية. لقاء لم يقتصر على تقييم مسار العلاقات الثنائية فحسب، بل شكل مناسبة أيضا أكدت من خلاله المسؤولة الأوروبية الموقف الأوروبي الجديد بشأن الصحراء المغربية. كايا كالاس قالت إن حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، مشيدة في ذات السياق بالعلاقة بين المملكة والاتحاد التي تشكلت على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن، والتعاون الوثيق والثقة المتبادلة. محمد أبو بكر، مصطفى السعدور. نصف قرن من التعاون الوثيق. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في الرباط كايا كالاس أكدت أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل أساسا جديا وواقعيا للتوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه. التأكيد جاء خلال مباحثات ضيفة الرباط مع ناصر بوريطة. كايا كالاس رحبت بقرار مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية. رحبنا باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يدعم بشكل كامل جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسيير وإجراء مفاوضات تستند إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف وفقا لميثاق الأمم المتحدة. كما يعتبر القرار أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق، لذلك نحن ندعم بشكل كامل مسار الأمم المتحدة. وعلى مستوى العلاقة الثنائية شدد الطرفان على عمق ومتانة الشراكة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، كما تم الاتفاق على إعطاء دفعة جديدة لهذه العلاقات من خلال العمل على إرساء شراكة استراتيجية شاملة إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات متعددة من بينها الأمن والتشاور السياسي والتنسيق داخل المحافل الدولية. قررنا إطلاق المناقشات حول مستقبل الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بهدف التوصل في أقرب وقت ممكن إلى وثيقة جديدة للشراكة الاستراتيجية تكون إطار لعلاقاتنا خلال السنوات المقبلة وترتقي بها إلى مستوى أرفع. اتفقنا كذلك على تعميق تعاوننا داخل المحافل الدولية والإقليمية من خلال تحديد عدد من المبادرات المشتركة والملموسة لخدمة حقوق الإنسان والسلم والأمن والاستقرار الدوليين. المباحثات تطرقت كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية من بينها الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومنطقة الساحل، حيث أكد الطرفان على أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار. المتجددة التي تعرفها العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حلت بالرباط الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، والتي أجرت مباحثات رفيعة المستوى مع وزير الخارجية ناصر بوريطة عكست عمق الشراكة الاستراتيجية. لقاء لم يقتصر على تقييم مسار العلاقات الثنائية فحسب، بل شكل مناسبة أيضا أكدت من خلاله المسؤولة الأوروبية الموقف الأوروبي الجديد بشأن الصحراء المغربية. كايا كالاس قالت إن حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، مشيدة في ذات السياق بالعلاقة بين المملكة والاتحاد التي تشكلت على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن، والتعاون الوثيق والثقة المتبادلة. محمد أبو بكر، مصطفى السعدور. نصف قرن من التعاون الوثيق. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في الرباط كايا كالاس أكدت أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل أساسا جديا وواقعيا للتوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه. التأكيد جاء خلال مباحثات ضيفة الرباط مع ناصر بوريطة. كايا كالاس رحبت بقرار مجلس الأمن بشأن قضية
الصحراء المغربية. So what we did then رحبنا باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يدعم بشكل كامل جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسيير وإجراء مفاوضات تستند إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف وفقا لميثاق الأمم المتحدة. كما يعتبر القرار أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق، لذلك نحن ندعم بشكل كامل مسار الأمم المتحدة. وعلى مستوى العلاقة الثنائية شدد الطرفان على عمق ومتانة الشراكة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، كما تم الاتفاق على إعطاء دفعة جديدة لهذه العلاقات من خلال العمل على إرساء شراكة استراتيجية شاملة إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات متعددة من بينها الأمن والتشاور السياسي والتنسيق داخل المحافل الدولية. قررنا إطلاق المناقشات حول مستقبل الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بهدف التوصل في أقرب وقت ممكن إلى وثيقة جديدة للشراكة الاستراتيجية تكون إطار لعلاقاتنا خلال السنوات المقبلة وترتقي بها إلى مستوى أرفع. اتفقنا كذلك على تعميق تعاوننا داخل المحافل الدولية والإقليمية من خلال تحديد عدد من المبادرات المشتركة والملموسة لخدمة حقوق الإنسان والسلم والأمن والاستقرار الدوليين. المباحثات تطرقت كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية من بينها الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومنطقة الساحل، حيث أكد الطرفان على أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار.